يا ترى في عهد مين من الأنبياء اتمسخ اليهود وتحولوا لقرود؟ وهل خلفوا القرود الموجودين على الأرض دلوقتي؟ في البداية بنقول إن المسخ ده حصل في عهد نبي الله داوود، وكان مفروض على اليهود إن السبت ده للعبادة ما يتعملش فيه أي حاجة خالص، ولكن ربنا ابتلاهم وأراد إن هو يختبر صبرهم، فجعل السبت اللي الناس المفروض إن هم ما تصطادش فيه أسماك ولا يعملوا أي حاجة غير العبادة. كانت أكبر الأسماك وأكترها عدد بتيجي في اليوم ده وتقرب من الشط بحيث اللي هيمد إيده يقدر يمسكها، بس ممنوع عليهم إن هم يصطادوا. وفي قرية إيلة اللي هي حاليا اسمها إيلات اللي على البحر الأحمر عملوا حيلة، وهي إن هم حفروا أحواض بحيث السمك لما يجي يوم السبت هيدخل الحوض ده ومش هيرجع، وهم هيجي يوم الحد وهيشيلوا السمك ده وكأنهم هم اصطادوا يوم الحد. المتقين قالوا لهم اوقفوا اللي انتوا بتعملوه ده، والا هنعمل بينا وبينكم سور واعملوا اللي انتوا عايزينه عشان العذاب لما يجي ما يصيبناش. وفعلا عملوا سور وخلوا بينهم باب، اللي يعوز حاجه يعدي من الباب يجيبها. وفي يوم المتقين سمعوا صوت غريب من الناحيه الثانيه، ولما فتحوا الابواب اتفاجئوا بحاجه غريبه، لقوا كل الموجودين اتحولوا لقرود بديل طويل. القرود كانت بتتعرف على قرايبهم وكانت تقرب منهم، وبعد 3 ايام ربنا امر بهلاك كل الممسوخين دول، لان الممسوخ ما يجيش منه نسل. العلماء لما لقوا ان في جماجم بتثبت ان الانسان اصله قرد ما كانوش يعرفوا ان لا، الانسان كان انسان، الا ان ربنا مسخ بعضهم الى قرود، ودي جماجمهم.